المرأة تحب تسمع الكلام الحلو، ماشي؟ فأنت شغلتك تقول كلام حلو. يعني ده أحد التاسكات. أنا عارف إن الستات هتزعل، لا بس ده ما تاخدهاش كتاسك، هي حلوة، ما هي في عينيك حلوة إن شاء الله، تمام؟ فأنت تعمل إيه؟ تقول لها بقى إن أنتِ حلوة، وبجد أنتِ حلاوتي، وربنا يخليكِ ليّا، وإيه القمر ده، و و وحاول يعني بُص، عارف الرجالة اللي وبالمناسبة نقّط سُكّر، لإن هييجي عليك وقت ما بتنقّطش خالص، فيبقى في وقت ما بتنقّطش خالص، ووقت بتنقّط سِم، يعني خلّيك ذكي، يعني في حاجات بتشيل حاجات، فلمّا تكون في حاجة حلوة قُل إنها حلوة، حلوة أوي. طب لمّا يكونش في حاجة حلوة اخترع حاجة حلوة، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده، في ردود كده معروفة، اللي هو طب لمّا يكون يوم عادي، ما فيش يوم معاكِ عادي، كل الأيام اللي معاكِ جنة، كُل عيش، كُل عيش، تلاجتك لو كبيرة خاف، في رجالة بتقعد في أكياس جوّه التلاجة ما تهزرش، عمرك. فمهم جدًا إن أنت تنتبه لهذا الأمر، تقول لها كلام حلو، وبالمناسبة تقول لها كلام حلو، تقول لها كلام جَد، عشان بس بعض الستات تقول أيوه، أيوه بقى هي الحتة دي اللي في في إيه؟ في إيه؟ خليكِ منصفة شوية، أو أنا آسف يعني، لأ، لأ، براحتك، خليكِ زي ما أنتِ. بُص، شُفت أنا اتراجعت إزاي؟ اعمل كده، ده كان فيلم عربي، اعمل كده، كُل عيش، والله. خلي بالك ليه؟ لأن هي الدنيا كده، هي الدنيا يعني أنا هاقول لك حاجة، لو حصل نقاش بينك وبين مراتك، غالبًا، غالبًا أنت الغلطان، ماشي؟ طب لو أنت ما كنتش غلطان خالص، إيه اللي هيحصل؟ صدّقني هتعتذر في النهاية، فاعتذر في البداية وخلاص. لو نفسك تتفسح وتوصل للنهاية ماشي، بس اعتبرها رحلة، رايح للنهاية ورايح في الآخر تعمل إيه عشان تعتذر، بس خلاص. هي لو عيّطت هتلاقي نفسك بتقول طب أنا آسف والموضوع أصغر من كده بس خلاص تخش بالتقيلة، فالموضوع انتهى. فطبعًا دي الست الذكية، خلّي بالكم. في بقى ست تقسّي قلب جوزها عليها، اللي هو أنت متجوّز عبد الفتاح بجد، اللي هي لا أنت هتلاقي داخله عليك تقول لك انت مش عارف، لا دي رهيبه، دي رهيبه قوي، دي رهيبه، ابعد عن الكلام ده خالص. بس انت في حته بقى معينه، الا وهي ايه؟ ان لو ذكيه لا هتعتذر في النهايه او في البدايه، يعني على حسب الرحله انت هتقف فين، يعني على حسب المحطه. الشاهد من الذكاء ان انت تعرف تلم اللي فتحت مشكله اعرف لمها، انما ما تفتحش حاجه وما تعرفش تلمها.